والآن يا صغاري هيا بنا إلى آخر جزئية في تحليل المقاطع. إذا كان عندنا كلمة بها لام قمرية أو كلمة بها لام شمسية. إذا كلمة بها لام قمرية كلمة سهلة، تعرفون أن اللام القمرية لام سهلة. ال مقطع ساكن تكتب معا في نفس البيت ثم نكمل الكلمة عادي رو. ولكن إذا جاءت الكلمة لام شمسية، تعرفون اللام الشمسية شوية قوية وعنيدة، ماذا نفعل أولا؟ لابد أن نفك الشدة إلى حرفين كما تعودنا، شين ساكنة شين مفتوحة، ثم أشطب على الشدة التي توجد فوق. اللام الشمسية يا صغار اللام الوحيدة في تحليل المقاطع التي يوجد في البيت الأول 3 حروف، الألف واللام والحرف الساكن، الألف واللام والحرف الساكن. نكتب ثم نكمل الكلمة، الشين فتحة وبعدها ميم ساكنة مقطع ساكن، شمسي من النطق يا صغار، الشمسي. أحسنتم وإلى اللقاء.